بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طريقة استقبال غنم التسمين من أول يوم لآخر يوم. الناس تجمع معانا على البث، ويا ريت بس اللي يجمع معانا يضغط لايك، يضغط قلب، يعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. طبعا الكل مدخل غنم تسمين وما زال بيشتري غنم تسمين عشان يسمنها لموسم رمضان والعيد الكبير. تمام. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن طريقة الاستقبال. انت جبت غنم من السوق، جبت غنم من تاجر، هنقول لك ازاي تستقبلها بالطريقة كويسة وبالطريقة الفعالة. هو في كذا طريقة وفي كذا نوع من الأدوية، ولكن في أدوية مميزة بتجيب من الآخر عشان برضك يعني في مثلا كده بيقول لك ايه، إبرة أفضل من 10، يعني حقنة أفضل من 10. الناس تتجمع معانا على البث، يعني ممكن تشتغل بمنتج بيه مرة واحدة وشكرا، وممكن تشتغل بمنتج تتنك تحقن في الحالة مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما يجيب نتيجة. فبالتالي انت بتبهدل الحالة. تمام. كتر الحقن زيادة عن اللازم غلط، بيربي معاك دمامل فيما بعد. تمام. ففي ادوية بتجيب معاك من النهاية وبتدي ابرة واحدة وشكرا. هنقول لك على نوع دواء بيستخدم دوليا، يعني لو في دولة هتنقل غنم لدولة تانية بيستخدموا النوع ده، ما بالك انت بقى هتنقل غنم داخل مصر من قرية لقرية او من محافظة لمحافظة. ما بالك انت بقى النوع ده او الدواء ده هيعمل معاك ايه؟ الدواء او النوع اللي انا هقول لك عليه بيستخدم علاجيا وبيستخدم وقائيا. يعني لو انت الغنم اللي عندك سليمة هيبقى العلاج شغال معاك وقائي. لو الغنم معاك تعبانة او مريضة هيعالج الغنم وهيديها مناعة لمدة 6 شهور. تمام. الناس تتجمع معانا على البث النهاردة ان شاء الله. عشان ما اطولش عليك، انت رحت جبت غنم وعايز تسمنها صح، وعايز الاكل اللي انت هتحطه في الطوالة قدام الغنم يبان عليه. اول ما تجيب الغنم من تاجر او من مزرعة او من اي حد على وش الارض، اول ما تخش مزرعتك هتحقن 1 سنتي دراكسين مستورد. هو عامة ما فيش منه مصري. تمام. هتحقن 1 سنتي دراكسين تحت الجلد في الرقبة لكل 40 كيلو. هبسطها عليك، الخروف 20 كيلو، 25 كيلو، 30 كيلو، اديله سنتي ما تقلقش. هو السنتي هيبقى كتير عليك كتكلفة، ولكن هو مش هيأثر او هيعمل ضرر على الحال. هتدي لكل راس ابتداء معاك من 20 كيلو و25 كيلو لحد 40 كيلو، هتدي سنتي لكل حالة تحت الجلد. تمام. زائد 2 سنتي في نادين، زائد 2 سنتي في نادين، في منه مستورد وفي منه مصري. الحالة معاك كويسة والحالة المادية مرتاحة، يبقى استخدم المستورد. يبقى انت كده عملت الصح. الغنم اول ما تنزل من العربية تخش بوابة مزرعتك تكون واقف بالدراكسن والفنادين المستورد. مفيش مستورد يبقى مصري. طب لو انت هتستخدم مستورد يبقى سنت لكل 20 كيلو. طب لو انا هستخدم مصري
يبقى 2 سنتي لكل 20 كيلو عضل. هتدي الدراكسين في يمه والفنادين في يمه، وشكرا. انسى الغنم. الغنم جايه من مشوار بعيد قريب، جايه بالليل في النهار، قابلها تيار هوا ما قابلهاش، عندها برد، عندها رشح، عندها التهابات، عندها اي حاجة، ان شاء الله المادتين دول هيشتغلوا معاك كويس وهيدوك مناعة 6 شهور طول فترة الدورة. تمام، ده اول يوم. وبرضك في اول يوم ما تنزلش بالمية قدام الغنم او العجول الا بعد 6 ساعات. طب والاكل ما نزلش الا بعد 12 ساعة. ما تقلقش، الجوع مش هيموت، ولكن الشبع هيموت وهيغرمك كتير. لان انت ما تعرفش الغنم اللي انت جايبها او العجول اللي انت اشتريتها من عندي او من تاجر او من السوق او من اي حتة، ما تعرفش انت هو مأكلها ولا لا. ممكن يكون مأكل الغنم او العجول ومشبعها، يعني مغديها او معشيها او مفطر الغنم، وانت رحت اشتريت. فما ينفعش اجي على طول انزل بالغنم احط ميه واكل وشرب، غلط. تمام، انت هتحطهم هياكلوا، بس منعا بقى للشك ما نزلش الا بعد 6 ساعات بالميه على ما الحولي او العجل يستريح ويهدى من المشوار. وبرضك ما نزلش بالاكل الا بعد 12 ساعه. يعني انت جبت الغنم او العجول الصبح، المغرب تعلف وتاكل، واكل برضه خفيف كده لحد ما يتعودوا على الاكل بتاعك. تمام، جبتها العصر يبقى الاكل على بعد العشاء. جبتها المغرب، منين ما تخش الغنم او العجول عندك مزرعتك 12 ساعة على ايدك. تمام، عشان تفادي اللكمة وتفادي الاسهالات والصدمة بتاعت الاكل، لان ممكن يكون مشبع الغنم او مأكلها. تمام، الغنم ايه ما تنصدش منه. تاني يوم ان شاء الله الغنم سليمة وشغالة، هدي افوماك. هدي افوماك سوبر. هدي افوماك سوبر. يا ريت الصوت لو واضح حد بس يعرفني. هندي افوماك سوبر اردني او امريكي او برازيلي. تمام، هتدي 2 سنتي او سنتي ونص لكل 20 كيلو. هو علميا السنتي لكل 50 كيلو. ادي سنتي ونص، ما تقلقش، من اول 20 كيلو وانت طالع ادي سنتي ونص تحت الجلد تاني يوم. تمام، وبعد 21 يوم هتكرر نفس الجرعة. ده تاني يوم. تالت يوم او رابع يوم، او خليها بعد اسبوع، او خليها بعد اسبوع، هتجرع ليفا فلوك شربة. في انواع شرابات كتير. تمام، في انواع شرب الديدان كتير في السوق، ولكن احنا بننقي النوع اللي بيشتغل مع الغنم بنسبة 100% وبيجيب معاه نتيجة. شربة الليفا فلوك هتدي منها 5 سنتي لكل 10 كيلو. 5 سنتي لكل 10 كيلو. يعني باختصار، الخروف اللي وزنه 20 كيلو هتديله من 10 ل 15 سنتي على حسب حجمه وسقوه. تمام، هتديله من 10 سنتي ل 15 سنتي على الريق في البق. على الريق في البق. تمام، على معدة فاضية تكون معلف اخر النهار، وتظبط اكلك وشربك ان الغنم تخلص الاكل الساعة 12 بالليل، عشان تقعد تشتر والمعدة تفضى. تقوم الصبح الساعة 6 او الساعة 7، تمسك كل حولي او كل عجل وتجرعه في بقه. هتجرعه في بقه. هتجرع على حسب الوزن، 5 سنتي لكل 10 كيلو. يعني عندك
عندك خروف 20 كيلو هتديله من 10 ل 15 سنتي. تمام، على الريق الصبح، وتكون شايل المية وبواقي الأكل من المعالف من قدام الغنم والعجول، وتقعد 3 ساعات بعد الجرعة عشان الجرعة تشتغل أو الليفة فلوك أو المادة تشتغل وتتفاعل في كرش الحيوان الخروف أو العجل عشان تجيب معاك نتيجة ملحوظة. في حالات عندك هتسهل وفي حالات مش هتسهل. الحالات اللي هي هتسهل شيء عادي وشيء وارد معاك لمدة 48 ساعة من ساعة ما جرعت. ما تقلقش وما تخافش، معاك 48 ساعة من بعد التجريع والإسهال هيقف. طب لو ما وقفش يبقى هنضطر نتدخل علاجيا عشان نوقف الإسهال. شيء عادي وشيء طبيعي عشان لو حصلت قدام منك ما تقلقش. طب بعد ما تجرع الجرعة بتاعت الليفة فلوك، الغنم قبل ما تجرع كانت بتاكل. طب بعد ما تجرع الغنم هتكن في الأكل شوية. تمام، الغنم هتكن في الأكل شوية، ممكن تقعد 12 ساعة أو يوم كامل أو يومين الغنم مش زي طبيعتها قبل الجرعة في الأكل. ما تقلقش، ده آثار ونتيجة الجرعة. ولكن بعد 48 ساعة ابقى ناهض على الغنم أكل. ليه؟ لأن الليفة فلوك بيبقى عامل مفعول في معدة أو كرش الخروف أو العجل زي نظام مرطة كده. تمام، أو زي نظام مغص كلوي. فما تقلقش، الغنم كانت بتاكل، قلت في الأكل، ركنت جار المعالف، ركنت جار الجدران، ركنت جار المية. كل ده شيء وارد، ما تقلقش وما تخافش. تمام، بعد 48 ساعة هترجع الحياة الطبيعية بعد 48 ساعة وناهض على الغنم أكل وشرب. تمام، يا ريت الناس اللي معانا على البث تعرفنا بس ان الصوت ايه واضح. ده 7 يوم اللي فلوك هتعملها 7 يوم. تمام، وبعد 21 يوم برضك هتكرر الليفة فلوك. انت لو دورتك 6 شهور يبقى هتدي أفوماك وبعد 21 يوم تكرر، والليفة فلوك وبعد 21 يوم وتكرر، وشكرا، ما تديش أثناء الدورة تاني. طب لو انت عندك غنم تربية يبقى ان شاء الله هتستخدم الافوماك والليفة فلوك كل 6 شهور. كل 6 شهور هتعمل الجرعتين دول، بالذات لو انت بترعى في اراضي او مراعي طبيعية، ماشي في سكك بتاكل بوص وبرسيم وعفش وبتنزل غيط ده وبتطلع غيط ده، فالديدان بالتالي بتسكن المعدة تاني. تمام، فهتكرر كل 6 شهور الافوماك والليفة فلوك بالنسبة للغنم اللي هي الانية، اللي هي الامهات اللي بتولد، اللي بترعى في اراضي زراعية. ولكن انت لو بتربي غنم تسمين، جبتهم قفلت عليهم في مزرعتك 6 شهور وبتاكل علف وتبن، ده ما فيهاش اي خطورة. بتدي بس ايه، مرة واحدة الافوماك والليفة فلوك جرعة اولية، وبعد 21 يوم جرعة تنشيطية. تمام. طب بعد الليفة فلوك وبعد ما الغنم ترجع بقى لحياتها الطبيعية في الاكل والشرب وتدور معاك، هتحصن كوفاكسين. هتحصن الكوفاكسين. تمام، وتنسى الغنم طول الدورة. اللي طبعا الغنم ما بتربيش براغيث زي المعيز بنسبة 80 او 90%. طب لو انا في الصيف انت عايز بقى تشتغل شغل عالمي والجرام العلف اللي تحطه يبان على الغنم، لو انت في الصيف كده كده الغنم لها صوف فبتبقى عرقانة، فالبرغوت ما بيعرفش يسكن في جسم الخروف بنسبة 85% غير المعيز. طب انا عايز اشتغل في المضمون وعندي ممكن يكون في حتة جرب في اللية او في بطن الحولي او في كتف الحولي تحت الصوف وما انت شايفها،
او في براغيث وما انت شايفه، تمام. في قصبة الرجل كده الغنم بالذات بتلاقي البراغيث ساكنة في قصبة الرجل، في الركبة الأمامية والخلفية وما بين الحوافر. ده مسكن البراغيث بالنسبة للغنم. ماشي. هتجيب مادة البيوتكس أي شركة. أنا عن نفسي مجرب شركة كفر الزيات وجايبة معايا نتيجة فوق الخيال. الكلام ده لو أنت في الصيف هتجيب برميل كبير وتملاه ميه، البرميل البلاستيك او الصاج هتملاه 3/4 ميه وتفض عليه عبوه البيوتكس بحالها، ما تقلقش. هي عباره عن 200 سم 150 سم، فضيها على العبوه شركه كفر الزيات وقلبها كويس، وامسك كل حولي تكون مأكل ومشرب الصبح. الكلام ده مش الظهر او اخر النهار، لا الصبح بعد وجبه الفطار، عشان الخروف ما يستهواش منك او العجل ما يستهواش منك. بالنسبة للغنم هتمسك كل خروف بعد وجبة الفطار بعد ما ياكل ويشرب عشان ما يمدش بقه في المية بتاعة المد، يكون واكل وشارب. هتمسك الخروف من رقبته وتيجي مغطسه في قلب البرميل لمدة دقيقتين او 3 دقايق، وتطلعه تنطره في الشمس، وهكذا كل راس كل راس. طب انا عندي اعداد كتير، تمام. كل 20 حولي برميل، لان الميه بتتعقم ومفعول الماده بيقل، يبقى كل 20 خروف عبوه على برميل، وهكذا وغير، عشان الماده تبقى الفعاليه بتاعتها 100%، فتقضي على البراغيث. عندك براغيث هتلاقي البراغيث عامت على وش الميه في البرميل، عندك جرب ان شاء الله الماده ده هتقضي عليه. طب بالنسبه لو انا عندي عجول، هتمسك العجول في قلب الشمس تربطها وتخلي دماغها مرفوعه لفوق وتكون واكله بردك بعد وجبه الفطار، وتجيب موتور الرش اللي هم بيرشوا بيه الزرع، وتحضر تحضيره واثنين وثلاثه، او تملى البرميل 3/4 ميه وتحط عليه الماده وتقلبه، وتمسك تعبي في البرميل وتحمل عجول. بس تكون مغمي راس العجل بشكاره بتاعت علف، شكاره خيش، عشان برضك ما فيش شويه دواء يجوا في بقه او مثلا مناخيره او عينيه، ولو جه مش هيأثر ما تقلقش، تمام. بس احنا بنعمل حذرنا، بتغطي كل راس عجل بشكاره خيش من بتاعه العلف عشان يقدر يتنفس، وتزرها من عند رقبته كده، بس ما تخنقش العجل. وتمسك الموتور تحضره، كل عجل مثلا نص تحضيره او تحضيره، ظهره من فوق برجله ببطنه من تحت بصدره بكل حته. ده عنده حبوب، عنده التهابات، عنده جرب، عنده براغيث، هيمسك هيمسك العجل يلمعه، فالاكل اللي تحطه يبان عليه. ده بالنسبه للاستقبال الكويس. هتعمل الكلام ده في الغنم اول ما تدخلها او العجول، انساها طول الدوره. طبعا بقى غير الاعراض الجانبيه، عجل سخن، خروف اتلكم، مش عارف كده بتاع، عين التهبت، بيدمع، عماص، دي كلها ادويه تانية بنستخدمها وبتكون شاريها ومجهزها عندك في المزرعه ومسكنها عندك. اي عرض من دول يظهر عندك تبدا تعالج. طب طريقه الادويه وطريقه العلاج هنتكلم عليها في بث تاني، واحنا تحت امر اي حد. رقم تليفوننا 011 25 83 71 40 في اي وقت، انا تحت امرك. وان شاء الله على قد ما نقدر نفيد الناس هنفيد الناس. عنواننا طنطا محافظة الغربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.